الناس الشرفاء وعيال الناس والمخلقين والمؤدبين من المتابعين وحتى من المشاهدين ولو ما هم متابع لي، ها أنا بحديثكم. قبل يومين نزلنا فيديو للشاشة هذه اللي كسرناها، هي كانت أصلا السماعة خاربة والخطوط في الشاشة. الشيء الثاني، المؤمن ليس باللعان ولا الطعان، هذا حديث رسول الله. الكثير من الناس دخلوا سبوا، قالوا زنوة، قالوا نصاب، قالوا سارق. واحد سب، ايش دخل امي تسب؟ ايش دخل امي؟ لو انت رجال جي واجهني، ايش الذي بيني وبينك؟ ومن اين انت؟ من اي تجار مدفوع؟ وايش المرض والحقد اللي في قلبك؟ قسما بالله وعز جلال الله، لولا احترامي للمتابعين والمشاهدين الشرفاء تربيتي لا تسمح لي اني ارد عليك بهذا الكلام، واني لا ادخل لا داخل لحمك، مش الا لا. الحاجة الثانية، كل واحد يحترم نفسه. الذي بيدخل يعلق ويسب الام ويسب الاب ويقول انت سارق ويقول انت نصاب، ليش ريت زقمت يدي وهي داخل جيبك؟ واللي يزق قال ليش قريتني بين اسرقاك؟ ومن اين انت؟ من اي تجار مدفوع؟ حتى انا والله ما يشرفني انك تدخل داخل محلي بهذا الصفه، لاني لا تمثل فيك اخلاق ولا ايمان ولا تربيه، وقلبك مريض بغل، وبالرغم يا ليت ودرى ايش السبب اللي بيني وبينك. هكذا مرة واحدة نصاب سارق فتال ابن سوق مدري ايش وسب الام وسب الاب. عيب يا جماعه. المؤمن اخو المؤمن، ما قد وصلناش لهذا الدرجه. بتشوفوا حاجه غلط في محتواي وضحوها اشرحوها، انتقد بأدب باحترام، اتقبل كلامك بروحانيه. تنتقد بسب ولعن وشتم، هذا والله ما بتسب الا نفسك وما بتشتم الا نفسك، وهذا اكبر دليل على اخلاقك وتربيتك كيف فيه. على العموم، الناس السلبيين هؤلاء، واقولها للمره الاولى، الناس الشرفاء وعيال الناس والمخلقين والمؤدبين من المتابعين وحتى من المشاهدين ولو ما هم متابع لي، ها انا بحديثكم على ادبكم واخلاقكم وتشجيعكم. اما الشاشه اللي كسرتها قارب حارق، ما يصبرش حتى اتيها المسكين. ان هديتوه فهدوه من ما تحبوه، مش اجي اهديه هديه للمسكين ويخارب سماعه خارب بينها خطوط. اهدوا من ما تحبوه. وتحياتي للشرفاء والاوفياء متابعين ومشاهدين. ها انا